صوت الصحافة، نبض الخبر. لقجع: المغرب يطمح لاستضافة أفضل كأس إفريقيا على مر العصور. أعرب فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن طموح المملكة في تنظيم نسخة استثنائية من كأس الأمم الإفريقية 2025، وذلك قبل أقل من 100 يوم على انطلاق الحدث القاري الكبير. ويواصل المغرب تجهيز ملاعبه وبنياته التحتية في إطار إرادة سياسية قوية تهدف إلى جعل نسخة 2025 واجهة للقارة الإفريقية وإرثاً دائماً للأجيال المقبلة. ونجحت المملكة في تشييد بعض الملاعب وتحديثها، مثل ملعب مولاي عبد الله الذي تم افتتاحه قبل أيام خلال مباراة المغرب ضد النيجر ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وأكد لقجع أن المغرب جاهز لخوض هذا التحدي التنظيمي وتحقيق إنجاز تاريخي يليق بالمعايير الدولية، معتبراً أن البطولة المقبلة ستكون مبهرة بفضل تحديث شامل للبنية التحتية الرياضية واللوجستية. وقال لقجع في حوار تلفزيوني أجراه مع شبكة BN سبورتس: يطمح المغرب لاستضافة أفضل نسخة من كأس الأمم الإفريقية على مر العصور. وأكد لقجع إن هذا المشروع لم يأتي من فراغ، بل هو تتويج لرحلة طويلة قادها ودعمها جلالة الملك محمد السادس لأكثر من عقدين، ركزت على تحديث للبنية التحتية. وإلى جانب الجوانب التقنية واللوجستية، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على البعد الإنساني للحدث. وفي كلمته دعا القارة بأكملها إلى التجمع في المغرب، قائلاً: نرحب بجميع إخواننا وأخواتنا في إفريقيا. صوت الصحافة، نبض الخبر.